السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. ان شاء الله نعمل مع بعض سمك مقلي تمام في البيت بطريقة سهلة وبسيطة. طبعا معايا هنا فلفل احمر اخضر المتاح عندك مش مشكلة. معايا راس توم كبيرة تمام. معايا قرن فلفل رومي اخد منه الفلفل كده بعيد عن البذر خالص زي ما انتوا شايفة. معلقة ملح تمام. معايا نص معلقة بهار سمك عليه كمون. ماشي، هاخد الكلام ده كله وافرمه زي ما انت شايفة كده. ماشي، طبعا انا هفرمه مش هنعمه قوي، انا عايزاه بس خشن كده زي ما انتوا شايفين. هنزل عليه بالخل خلاص، وهعصر عليه ليمون. هعصر عليه ليمون كتير يعني ان السمك بيحب الليمون كتير تمام. زي ما يعني على قد ما تقدري حطي. ماشي، يعني هنا خلصت معايا الدقة والدقة جهزت. طبعا عملت فتحات للسمك زي ما انت شايفة كده خلاص. ماشي، هحشيه بقى كده بالدقة بتاعتي، ومش هنسى برضو الفتحات لازم احط فيها كده عشان طبعا اللحم كله يتشرب. هخلص الكمية كلها زي ما انت شايفة وارجع لك تاني. طبعا هنا خلصت الكمية كلها، وحتى كمان المية اللي نزلت منها انا صفيتها تمام. معايا هنا جريل على النار احط فيه زيت، ومعايا حلة هعمل برضو الرز معاهم. ماشي، طبعا كده حطيت شوية زيت كويسين في الحلة. انزل بقى عليها ببصلاية كبيرة مقطعة مكعبات زي ما انتوا شايفين تمام. طبعا كده هحمر البصلاية، هي اتحمرت معايا. حط معلقة سكر، دي تركية مهمة جدا ما تنسيهاش على فكرة. ماشي، بتدي طعم جميل جدا وده سر المطاعم على فكرة تمام. طبعا معايا بقى شوية طماطم عليهم نص معلقة بابريكا، معلقة دقة كده وبهارات بصراحة بيخلوا الرز في حتة تانية. طبعا معايا الزيت سخن، هنزل عليه بالسمك زي ما انتوا شايفين، وهسيب بقى الطماطم تتسبك كده. طبعا هي كده معايا اتسبكت زي ما انت شايفة. هحط بقى الرز، طبعا بكون غسلاه ومصفياه. معلقة دقة ماشي من بتاعة السمك، نص معلقة ملح. هقلب الكلام ده كله مع بعضه كده زي ما انت شايفاه ماشي. وبعد كده طبعا هجيب مية سخنة، يفضل مية سخنة يا جماعة مش مية ساقعة. طبعا انا كده حطيت مية سخنة عليه تمام. اظبط بقى المية بتاعته عشان ما يعجنش مننا، وهسيبه بقى يستوي مع نفسه. طبعا هبقى متابعة السمك عشان ما يتحرقش مننا وكده. طبعا هو لسه ما اخدش لون تمام. نجهز بقى حبة سلطة كده على ما السمك يتحمر. طبعا انا معايا السمك هنا اتحمر وخد وش جميل زي ما انتوا شايفين ماشي. هبتدي بقى اطبعه. هنا الرز طبعا شرب المية بتاعته منساهوش برضو، هقلبه تقليبة كويسة تمام. وبعد كده هوطي عليه النار بقى واسيبه يكمل سواه خلاص زي ما انت شايفة كده. اغطي عليه بقى واسيبه. طبعا هو هنا استوى معايا، فانا طبعا وربت الغطا كده عشان خاطر البخار يطلع منه تمام. وهو كده معايا السمك جاهز زي ما انت شايفة. حاجة جميلة بصراحة. وشوية السلطة والرز على فكرة طالع مفلفل جدا، يعني حاجة جميلة وحاجة نظيفة عاملاها في البيت تمام. طبعا انا هنا بوريك اللحم بتاعه مستوي جدا. يا رب يكون الفيديو نال اعجابكم، ومتنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم مني كل جديد. اشوفكم في فيديو جديد على خير ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله.